فيك اخوي بتال وجميع متابعي قناه العربيه وبرنامجك في المرمى. اهلا وسهلا. طبعا. خليني لين اسالك ما يبغاك على تقول قولتك احنا تفاصيل. اهلا وسهلا. نبغى ناخذ الموضوع خطوه خطوه. طبعا نشر بانك قدمت شكوى على نادي النصر لايقاف رخصته الاسيويه بناء على عدم وجود براءه ذمه ماليه في قضيتك. اول شيء اشتكيت النصر؟ لا طبعا. طبعا هو تعقيبا عليك، تعقيبا لكلامك، انا لم اطالب نادي النصر نهائيا، لانه لو شكيت نادي النصر اصبحت قضيه منظوره، وهذا يخالف النظام ان يتم ايقاف اصدار رخصه اي نادي يحاول المشاركه في ابطال اسيا. طبعا الجميع يعرف، انا ودي اتجيك في التواتر القضيه تفضل بالتدريج. طبعا تعرف انت بالنسبه لي مع نادي النصر، انت حتى اخر مباراه لعبتها كانت بين النصر، كانت من الصدف انه بين النصر والشباب، والحمد لله صفق لي يمكن جمهور الفريقين كلهم بحفاوه كبيره، فهذا كان من اسباب حتى اعتزال يعني النهايه الجميله هذه. فليس من طبع عبده اللي هو نكران الجميل صراحه، واني اقدم شكوى لنادي مثل نادي النصر احتضني ودعمني في فتره معينه من حياتي الكرويه. جميل. انا لم اتقدم بشكوى او مطالبه لنادي النصر، وبالعكس انا يعني زي ما قلت لك النظام هو من يكفل العبد حقوقه يعني. جميل. بدون شكوى، بدون اي توجه للانظمه اخرى. جميل. طيب يعني معناتها ما رفعت شكوى. طيب المطالبات اللي عندك هذه متأخرة من 1 مارس 2015، يعني صار لها تقريبا الآن 7 أشهر. طوال ال7 أشهر هذه اللي هي الدفعة الثانية، أنت استلمت الدفعة الأولى 2,000,000 في وقتها، الدفعة الثانية 2,000,000 أيضا لم تستلمها حتى الآن، كان المفروض تدفع لك في 1/3، يعني قبل 7 أشهر. من 1/3 إلى الآن إحنا في شهر 10، ما في صار في تواصل بينكم وبين النصراويين، حل الامر ودي بينكم، بانك تقول ده برفع شكوى للجنه فض المنازعات، ما في اي تفاهم اتصالات بينك وبينهم؟ بالعكس اخوي بتال، صار في تواصل، وكان ودي ان حتى الموضوع بيكون بشكل ودي يعني مع الاداره نادي النصر، وحاولت يعني حتى كنت اعرف الظروف مثلا الانديه، تعرف في الفتره الحاليه جميع الانديه ماديه، فتواصلت مع اداره نادي النصر بحاولة اني ابسط الامور يعني يتم فيها التسويه بطريقه تكون مريحه للطرفين يعني. بالعكس مع ان انا حقوقي مثبته، لكن كان اني كنت حاب اتعاون مع يعني نادي النصر، يعني نادي زي ما قلت لك احتضني في فتره معينه بشكل ودي اكثر. لكن ما توصلنا الى يعني حل يعني او اتفاقيه يعني. بالعكس حصل فيه تواصل، وحصل فيه أكثر من عرض فكرة مني لحل الموضوع يعني. جميل. طيب